الميثامفيتامين أو الكريستال ميس أو الأيس أو الشابو أو التيك أو البلو أو السبيد. حاجة كده بس على السريع. أنا بقول لك كل الأسماء دي أهو عشان تبقى راسك براس الديلر بتاعك. امشي يالا، امشي غور، امشي يا ابني. فإيه هو المس اللي بيستهلك كل مخزون الدوبامين من المخ تقريبا؟ أي إن كمية الدوبامين اللي بتفرز بيقول لك بتعادل 5 ضعف الكمية اللي بتفرز أثناء الجنس. جمل يا بالحاج. فبالتالي أي غريزة قدامه زي الأكل اللذيذ أو الجنس بيفقدوا قيمتهم تماما. فتعالى بقى نعرف ايه هو المس، وبالتالي انت تعمل اشتراك عشان عاوز اوصل لل1000 رجال. وطبعا يا ابو الاصول وابو الكرم لو ما بتحبش كتابة الكومنتس اعمل لايك. المهم تسيب اي حاجة قبل ما تخرج، اي حاجة. دماغي طق اتفكت مني، معلش كده كان غصب عني. دماغي طق اتفكت مني، معلش كده كان غصب عني. والمس ده بقى بدأ كدواء عادي، خد السلم من اوله واستخدم بكميات بسيطة لعلاج فرط الحركة ال ADHD. الواد ده بيمشي على ايديه ورجليه ولا ايه؟ وطبعا الانسان بطبيعته اللي مش هتتغير ما قدرش يسيبه في حاله، فحوله للمخدرات. وهو كده مش حوله، ده هو كده بيلعب بالنار، لان المس بيدمر المخ بشكل كبير وسريع، فعشان كده لازم يتاخد تحت اشراف طبي وبحذر. تخيل معايا انك شخص ما عندكش تركيز، دماغك زي جهاز البلاي ستيشن يشتغل عليه اكتر من لعبة في نفس الوقت. بالظبط هيهنج. فبالتالي لو رحت للدكتور ممكن تلاقي على الروشتة الميثامفيتامين. وطبعا انت انصح من ان اي حد يعرف المعلومة دي عشان ما تلاقيش الروشتة بتاعتك في ايد الديلر بتاع المنطقة وهو اللي بيلف بيها على الصيدليات. كلام أخوك روشيتا. ونرجع للدكتور اللي احنا نسيناه، وهو ليه كتبه؟ عشان المس بكمية صغيرة هيساعدك على تنظيم الامور ويخليك تركز. ايوه وانا انا مش عارف النوم والرياضة والجينسينج يأثروا معاك في ايه، عشان انا مضطر اصدمك واقول لك ان فوائده نظريا اكتر من انها عمليه. علميا اللي بيقولوا ده صح. فهو مش هيخليك اينشتاين، لا هو هيخليك مدمن يا دوبك قادر تركز. وانت راجع تعدي على الجيارة تجيب لي نص تمن بانجوس معلاوي، قول له عوانيس. وطبعا ده ادمانه جحيم، غير الهلاوس والتخيلات بيسيطر على اللوزة الدماغية اللي مسؤولة بالسيطرة عن الغضب، فبالتالي بيدخلك في نوبات عنف غير مبرر. فعلى سبيل المثال تضاعف الجرائم المرتبطة بالمس في الولايات المتحدة الأمريكية من 2010 ل 2020 حوالي 4 ضعف. مش قادر تحدد؟ تحب تشوف اليابان اللي 80% من اعتقالات المخدرات تتعلق بالمس. فزمانك انت دلوقتي بتقول يا عم ده مضرره اكتر من فوائده كده وهو اصلا مصنع، يبقى بلاها بقى. فطبعا مش هينفع لانه بيتصنع كيميائيا وباكتر من طريقة، والحصول على المواد الاولية بتاعته سهل. زي ما بقول لك كده، فاستنط بقى عشان هفيدك. هتخلص الفيديو تبقى طباخ مس. طب اخلص بيتصنع ازاي؟ جاي لك بالراحه. هقول عارف ادويه البرد اللي فيها ماده اسمها السودوبينفرين؟ دي بتستخلص وبتتحول لمس نقي، وطبيعي حجم بيع الادويه دي بسبب القوانين. خدوا بليكس. فراحوا لطريقه تانية اسمها البي تو بي، والبي هنا بي فور بن علشان تبقى تبحث عنها، عشان عارفك هتبحث عنها. ودي تفاعل كيميائي بين الفينايل 2 بروبانون مع مواد اخرى مثل الميثايلامين. ومبدئيا كده الطريقه دي صعبه عليك لانها بتستخدم على سكيل كبير شويه وبتنتج مس غير نقي، ومع ذلك فهي الاكثر انتشارا. وطبعا في النهايه ممكن يتصنع في بيت صغير 70 متر عادي يعني. فلو انت بيتكم مش هيسمح ان انت تصنعه فصنعه عند خالك. الخال والد برضه. قوم يا خالتك حش وسطك انت راخ، قوم يا باغي. طب معلش بقى عشان انا عندي سؤال من بداية الحلقة، هو ايه الفرق بينه وبين الكوكايين؟ هي مش كلها مخدرات؟ طب مبدئيا كده ارجع عشان في حلقة على القناة اسمها الكوكايين وعلاقته بالكوكاكولا، جبت فيه تاريخ الكوكايين كله وتأثيره على الجسم، وظهر لنا معاه بابلو اسكوبار وباتشو وادهم صبري. اصبح مكون من مكونات كوكاكولا. بس عشان خاطرك هنعمل مقارنة بسيطة بس بينه وبين المس. أولاً الكوكايين أقل ضرر على المخ ومش بيسبب تلف دائم زي المس عشان هو مستخرج نباتي مش كيميائي. كمان إن تأثيره على الجسم بيستمر من 30 ل 90 دقيقة غير المس اللي بيوصل ل 12 ساعة. زمانك دلوقتي بتقول ليه 12 ساعة يا عم، أنا كده مش هعرف أروح. فعشان أنا حاسس بيك فعملت لك ميكس سريع كده تقدر تختار منه اللي أنت عاوزه، كل واحد أدرى بظروفه. فعندك حاجات بتوصل للماكسيمم بتاعها ل4 ساعات زي الحشيش اللي هو أقل واحد في المجموعة. حشيش يا شن. وفي حاجات آخرها 6 ساعات زي الهيروين والأكستاسي، والاتنين من أعراضهم الرسالة هنا لو كنت حتى فكرت تجرب خدها قاعدة، الميثامفيتامين مش مجرد مخدر، ده طريق مسدود وبرامج التأهيل بتاعته صعبة. وفي النهاية الشخص اللي لسه مستني أقول له على مكونات الطبخة فأنا مش عاوز أروح في داهية ولا عاوزك أنت كمان تحصلني. وده ليه؟
سؤال جميل، عشان مين غيرك هيعمل اشتراك ولايك وكومنت يكتب فيه أهياني 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 أهياني